فيلمنا النهارده هو فيلم توي ستوري او بالعربي كده حكايه لعبه. بيبدا فيلمنا مع طفل اسمه اندي وبيكون بيلعب باللعبه بتاعته، وبنشوف كده لعبه اسمها واودي، ودي بتكون المفضله عنده بعيدا عن الالعاب التانيه. وكان بيبقى مبسوط جدا وهو بيلعب مع واودي. وفي اثناء اللعب اندي بتنادي عليه علشان بيحضروا لعيد ميلاده، وبعدها بنشوف واودي وهو بيتحرك وبيطلع يا صاحبي ان الدميه بتتكلم وبتتحرك وليها حياه، وان في عالم تاني للالعاب احنا ما نعرفهوش هو موجود، وان الالعاب كلها بتتكلم. وبعدها بنشوف واودي وهو بيدي للالعاب كلها التعليمات وبيقول لهم ركزوا كويس علشان اندي هيعزل من البيت وهينقلنا معاه، وهو بيقول كده علشان ما حدش يضيع منهم وسط العزال. وبيقول لهم كمان ان النهارده عيد ميلاد اندي فاكيد هيجيبوا له هدايا العاب كتير. فبنلاحظ ان الالعاب كده بتزعل من الخبر ده علشان خايفين للالعاب الجديده اندي يهتم بيهم ويهملهم هم، لان الالعاب دي يا صديقي بيحبوا يتلعب بيهم جدا وهم موجودين علشان كده اصلا. لكن واودي بيقول لهم ان اندي بيحبهم جدا وهيفضل يلعب بيهم. وبعدها العيد ميلاد بيبتدي يشتغل واصحاب اندي بيكونوا جايين ومعاهم شنط وهدايا كتير، والالعاب يا صديقي بيكونوا شايفينهم من الشباك. لكن بعد كده واودي بيطلب من الجنود اللعبه انهم يروحوا يتفقدوا الاوضاع وبياخدوا اللاسلكي معاهم. والملازم اول عبد الصمد بيطمن واودي بيقول له لحد دلوقتي مفيش ولا لعبه طلعت يا ريس. لكن بعد شويه كده اندي بتقدم له هديته، واللي هي كانت علبه وشكلها لعبه اطفال. فالديناصور بيهز الترابيزه من غير قصد كده وبيوقع اللاسلكي والحجاره بتطلع منه، وساعتها الالعاب كلها ما سمعوش اي حاجه. وبعدها كده اندي طلع هو واصحابه اوضه الالعاب علشان يقعدوا شويه، وبنشوف اندي وهو بيفتح لعبته الجديده وبيرمي واودي على الارض، وده معناه انه بقى بيفضلها عنه. واللعبه الجديده دي بتطلع رائد فضاء اسمه باز يطير، واللعبه دي اول مره تتفتح، وصاحبنا باز بقى بيفتكر نفسه انه رائد فضاء بجد وبيبلغ الفضاء انه مفقود على كوكب مجهول. بعدها بنشوف واودي بيجي وبيرحب بيه، لكن باز بيفتكر ان هو بيهجم عليه وبيقوم ضربه بالليزر، لكن كل ده بيطلع لعبه ومش حقيقي، وهو فاكر ان الليزر شغال بس هو بيكون مجرد ضوء. وبعد كده باز بيعرف نفسه ليهم وبيقول لهم ان هو جاي في مهمه سريه علشان ينقذ المجره، وبيتكلم معاهم وبيقول لهم ان هو مش مجرد لعبه وان هو رائد فضاء وبيطير وعنده جناحات، بس هما بياكدوا له ان هو مجرد لعبه مش اكتر. لكن هو بيكون رافض يصدق ده، لكن واودي علشان يثبت له بيتحدى انه يطير، وباز فعلا بيرمي نفسه وبيحاول يطير، لكنه وقع وقعد يتكعبل في شويه حاجات لحد ما طار في الهوا كده وقام قايل الى اللا نهايه وما بعدها. واودي قال له عندها يلا. وبعدها باز بيقول له شفت بطير ازاي لو راجل اعملها. واودي قال له ربنا جت معاك كفته. بس بنشوف ان الالعاب التانيه بيبقوا مبهورين بيه جدا وبالوانه وجناحاته وزراير الكتير، وبقى هو مفضل عندهم تقريبا. وواودي هنا حس ان حد بياخد مكانه، لكنه بيقول كده مع نفسه انا لعبه اندي المفضله. لكن مع مرور الايام اندي بيلعب بباص كتير وبيهمل واودي خالص، وباز يطير بقى المفضل عنده وبيعلق لوح عليها صوره. وكمان الالعاب التانيه بقت بتفضل باز جدا عن واودي لدرجه ان اندي حط واودي في الصندوق وخلى باز ينام جنبه. وبنروح لتاني يوم وبنشوف واودي وهو بيطلع من الصندوق وبيتخانق مع باز لانه اخد مكانه، وواودي وهو بيتخانق معاه داس على زرار الخوذه بتاعته. فباز بيتخض وبيفتكر ان الهواء ملوث وانه هيتخنق وهيموت، لكنه طبعا ما بيطلعش كده لانه معيش نفسه الوهم وفاكر انه على كوكب تاني بجد. وبعد كده بيسمعوا صوت غريب من الشباك وبيطلع ان ده صوت جارهم الشرير اللي بيعذب الالعاب وبيضربهم في الجنينه، وواودي بيكون فرحان انهم هيعزلوا علشان هيخلصوا منه ومن شره. وبعد كده اندي بتخش عليه وهو بيلعب مع واودي وباز وقالت له اجهز يلا علشان هنتغدى بره، وهو بيكون عايز ياخد اللعبتين معاه. قالت له انت هتستعبط يلا هي لعبه واحده بس. وساعتها واودي بيسمع الكلام وجاله فكره شريره، وهو انه يستخدم العربيه اللعبه علشان يوقع باز ورا المكتب واندي ياخده هو بداله، لكن بالغلط خبط في مجسم الكره الارضيه وباز بيقع من الشباك. واللاعب التانيه بتشوف ده وبتتخانق مع واودي وبيبقوا عايزين يضربوه، وهو بيكون بيحاول يشرح لهم انه ما يقصدش، لكن ساعتها اندي بيخش وكلهم بيتحولوا لجماد. وبعدين بيدور على باز لكنه مش بيلاقيه، فبياخد واودي معاه يتغدوا بره، وبنشوف ان باز بيبقى لسه موجود وبيتشعلق في العربيه. وبعدها اندي بيروح محطه البنزين وبيشتروا حاجات، وفجاه باز بيظهر لواودي، فواودي قال له ايه ده مين؟ باز قال له بتشبه عليا مش فاكر عينيا تعالى ده انا هنفخك. واودي بيقول له استنى بس هفهمك كويس انك ما متش. وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض لحد ما بيبقوا بره العربيه، وفجاه الموتور بيشتغل واندي ومامته بيمشوا وبيسيبوهم لوحدهم. وللاسف يا صاحبي بقوا ضايعين ومش عارفين هيرجعوا للبيت ولا لا. بس فجاه بتيجي عربيه وبيستخبوا تحتها، وواودي بيتخانق مع باز وقال له عاجبك كده انا بسببك بقيت وحيد في المدينه واللي احنا فيه ده انت السبب فيه. فباز قال له يا عم اقعد انت خربت الدنيا، احنا في ازمه كبيره في المجره وكلنا في خطر، وفي حد بيحاول يدمر العالم ومعاه سلاح وانا بحاول امنعه. العالم
والعالم في خطر. بس طبعا واودي بيريح دماغه ولا كانه سمع منه حاجه. وبعدها واودي لقى عربيه رايحه المطعم اللي فيه اندي، فواودي قال لباز تعالى في مركبه فضائيه هتودينا لاندي ويلا علشان نتشعلق فيها. وطبعا بيكون بياخده على قد عقله. بعدها بيخشوا العربيه وبيستخبوا في كراتين البيتزا، وباز بيكون مزقطط من المكان علشان شكله اكنه مركبه فضاء، بس هي صديقي بتبقى مجرد العاب الكترونيه. وباز بيندمج بقى ولقى لعب فضائيه ومجسم على شكل صاروخ وبيروح يخش معاهم، بس هي بتبقى مجرد لعبه فيها خطاف بيختار الالعاب مش اكتر. واودي بيحاول ياخده معاه ويرجعه علشان يثبت لهم انه مش عايز يتخلص منه. بس فجاه جارهم الشرير اللي بيعذب الالعاب جه يلعب، والطفل الشرير جارهم بيسحب باز وواودي بالخطاف، وساعتها ما بيقدروش يتحركوا قدامه علشان ما يكشفوش نفسهم. وبعدها الطفل الشرير بياخدهم معاه على البيت، واول حاجه بيعملها بياخد دميه اخته وبيحط مكانها دماغ ديناصور وبيقطع الدماغ التانيه، وبيبقى واضح يا صاحبي انه شرير جدا. وباز وواودي بيخافوا منه قوي وبيشوفوا منظر مرعب للالعاب اللي موجوده، وهو ان اجسامهم مختلفه ومتركبه غلط وشكلها مرعب. وبيحاولوا يهربوا ويروحوا بيت اندي لكنهم بيلاقوا الابواب كلها مقفوله وبيفشلوا. وبنرجع تاني لاندي وبنشوفه هو حزين لانه ملقاش ولا واودي ولا باز، وامه بتواسيه وبتقول له نبقى نشوفهم في العربيه بكره يا حبيبي. وبعدها باز وواودي بيحاولوا يهربوا، لكن في جسم واودي بيبقى في خيط بيتشد وبيطلع صوت مسجل، وبيكون في كلب بيحرس البيت فبيصحى وبيجري وراهم. وبعدها باز بالصدفه راح يستخبى في مكان فيه تلفزيون وشاف اعلان للالعاب، وطلع ان هو اللعبه دي، وبيعرف انه مجرد لعبه وان كلام واودي طلع حقيقي. وبعدها بيقف على السلم وبيلاقي شباك فبيفرد جناحاته وبيحاول يطير لكنه بيقع ودراعه بيتفكك. واخت الطفل الشرير بتلاقيه وبتاخده معاها علشان تلعب بيه، وبتكون مقعداه مع العروسه ام دماغ مقطوعه وبتعامله اكنه لعبه بنات. وبعدها واودي بيروح ياخد باز علشان يمشوا، فباز بيكون زعلان جدا وواخد دراعه في ايده وبيتصدم انه مجرد لعبه مش رائد فضاء حقيقي. وبعدها واودي بيروح ناحيه الشباك وبينادي على اصحابه، فهم بيفرحوا جدا لما بيشوفوه، وهو بيرمي لهم سلك نور علشان يروحوا يعدي ليهم. لكن لعبه البطاطس بتقول لهم لا، واودي لو جه هيتخلص مننا زي ما اتخلص من باز. فهو قام قايل لهم ان باز معاه وهنيجي انا وهو سوا، لكنهم مش بيصدقوه. فواودي بينادي على باز علشان يجي بس هو بيرفض، فبياخد دراعه المفكوك وبيشاور لهم بيه، لكنهم مش بيصدقوه برضه وبيبقوا عايزين يشوفوا باز وواودي مع بعض. وفي وسط الكلام بيتعصب فبيحرك ايده وبيبان انه مجرد دراع باز مش اكتر، فهم بيخافوا منه وبيقفلوا الشباك. وبعدها الالعاب بتتلم حوالين باز علشان ياكلوه وبياخدوا الدراع بتاعه من واودي، لكن فجاه بيصلحوا دراع باز يطير وبيرجع سليم زي الاول. والالعاب دي ما طلعتش شريره ولا حاجه، وانهم بيعملوا كده دايما لاي لعبه الولد الشرير بيبوظها. وفجاه الولد الشرير بيجي والكل بيستخبى منه ما عدا باز اللي بيكون فاقد الشغف. والولد بيكون معاه صاروخ والعاب ناريه وكان بيدور على لعبه يربطها في الصاروخ، فمين اللي جه قدامه؟ ايوه يا صديقي باز بيجي قدامه وبيربطه فيه، وكان ناوي يفرقع الصاروخ لكن بيلاقي الجو مطره فقال يسيبه لوقت تاني احسن. وواودي بيحاول يطلع من الصندوق اللي مستخبي فيه علشان الولد الشرير حاطط حاجات تقيله على الصندوق، وباز بيكون لسه فاقد الشغف. فواودي بيقول له تعالى ساعدني. قال له هعمل لك ايه يعني، انا مجرد لعبه. فواودي قال له انت بتعمل حاجات مش قليله، انك تخلي طفل مبسوط لما يلعب بيك دي حاجه مش قليله. قال له زي ما هي كانت بتلعب بيك كده انا محدش يقدر يلعب بيا. قال له يا عم مش وقته دلوقتي، المهم انت اندي بيحبك اكتر واحد بعد ما كنت انا لعبته المفضله، وكمان علشان عندك جناحات وليزر وطلعت نينجا. فباز بيتشجع وبيزق الصندوق علشان واودي يعرف يطلع، لكن فجاه الصبح بيشقشق والمنبه بيرن والطفل الشرير بيصحى من النوم. وبعدها بياخد باز وبيروح علشان يفرقع الصاروخ، وواودي بيحاول يروح ينقذه لكن الكلب بيجري وراه تاني. وبنروح لاندي اللي بيكون بيلم العزال وماشي وبيكون حزين علشان ما لقاش ولا باز ولا واودي. وواودي بيلم الالعاب بتاعه اندي علشان يشوفوا حل ينقذوا بيه باز. وفي لعبتين بيروحوا يضربوا الجرس بتاع الباب وبيحطوا لعبه منهم كارت ارهاب علشان الكلب يجري وراها. وبعدها بيجيبوا عربيه وبيروحوا علشان ينقذوا باز. والطفل الشرير بيلاقي واودي فبياخده وبيحطه على الشوايه، بيقول له ده انا هعمل منك كباب وكفته. وساعتها واودي بياخد قرار غريب وجريء وبينادي الولد الشرير باسمه علشان يخوفه. وبعدها الالعاب بتاخد القرار الاجرأ في تاريخ الالعاب، وهو انهم يتلموا على الولد الشرير وبيعملوا عليه ثوره علشان زهقوا منه وبيهجموا عليه. والولد يا عيني ركبه بتخبط في بعضها وبيخاف جدا، وواودي بيكلمه بيقول له سامع ركبك بتخبط، مهزوز مرعوب متلخبط. وقال له ما تجيش جنب الالعاب
تاني يا ابن المؤذيه. وبعدها باز وواودي بيروحوا علشان يلحقوا اندي، بس بيبقوا اتاخروا وبيلاقوه مشي بالعربيه، ولكنهم بيتشبثوا بمحاوله اخيره وبيحاولوا يلحقوا عربيه العفش، وبعدها بيتشعلقوا عليها، لكن الكلب بتاع الطفل الشرير بيجري وراهم وبيمسك واودي بسنانه. بس باز يطير اشجع الشجعان بينط على الكلب علشان يسيب رجل واودي. وبعدها واودي بيلاقي ان باز وقع، فبيفتح كرتونه الالعاب وبيرمي عربيه لعبه بريموت علشان تلحق باز، وباز بيكون مستخبي تحت العربيه من الكلب. والالعاب هنا بتفتكر ان واودي عايز يتخلص من باز وبيمسكوا واودي وبيرموه، لكن واودي بيركب العربيه التانيه مع باز وبيحاولوا يلحقوا العربيه بتاعه العفش. بس الالعاب بتحس بغلطهم وبتشوفهم وبتحاول تنقذهم وبترمي لهم الكلب المطاط، لكنهم بيفشلوا يلحقوهم والعربيه اللعبه بتفصل شحن. وواودي كان في جيبه عود كبريت، فقال يولع الصاروخ اللي على ظهر باز ويلحقوهم، لكن بتيجي عربيه جنبهم وبتعمل هف على الكبريت والعود بينطفي. واودي ساعتها بيبقى حزين علشان مش هيشوف اندي تاني، بس بيجيله فكره مجنونه وبيولع العود فعلا، والصاروخ بيشتغل وبيطير بيهم جامد لقدام وبعدها لفوق، وبعدها بيبقوا في الهواء متعلقين. وفجاه جناحات باز بتتفرد وبيبقى باز يطير فعلا وبيطير بيهم. فباز قال له شفت ياض الطيران؟ فواودي قال له يا عم خلصانه. وهنا باز بيثبت انه مش مجرد لعبه، وانه اشجع الشجعان وعنده اصرار غير طبيعي صعب على البني ادم العادي او حتى رائد الفضاء انه يعملها. وبعدها هما الاتنين بينجحوا يرجعوا للعربيه وبيبقوا في كرتونه اللعب بتاعه اندي، وبيعدي سنه على الذكرى دي وبيكونوا في البيت الجديد وعايشين بسلام، وبيكونوا مستنيين عيد ميلاد اندي الجديد بعد سنه، وفي انتظار مقابله الالعاب الجديده. وتوته توته خلصت الحدوته.